في موضوع آخر الآن، وفي الذكرى 67 لمجازر ساقية سيدي يوسف، وقفت كاميرا النهار عند شهود عيان لاستذكار همجية المستعمر الفرنسي. متابعة في الموضوع مع حسن طرابلسي وأمينة قبي. 8 فيفري 58 900 وألف، تاريخ شنيع خلد همجية وبربرية الاستعمار الفرنسي، تاريخ ارتكبت فيه فرنسا الاستعمارية أبشع أنواع جرائم الإبادة الجماعية، مستهدفة المدنيين والمجاهدين على حد سواء. يعني غير الواحد تشوف غير الكاسك هنا يطير. ضربوا البنية نتاع الديوانة نتاع فرنسا فيها 4 قرون كبيرة، ضربوها هي الأولى، زادوا لحقوا 3 طيارات أخرين، هذوك عقبوا المينا، يضربوا في ميناء الكوشة فيها حتى الجيش نتاعنا في الدواميس تم. ضربوا المدرسة نتاع المينا، ماتوا فيها التلاميذ، لكن ماتوا فيها برشا، وزادوا لحقوا 4 أخرين في الساقية كيف ونزلوا عليها. المهم نهار السوق، نهار السبت، كاين البقر تعرف، رحبة السعيد هي رحبة البقر ركة الشعب، نهار السوق الدنيا مخلطة، توانسة وجزيرية شيء كبير، ونزلوا عليه اضرب. شهادات حية وثقت تفاصيل اليوم المشؤوم الذي جسد أسمى معاني التضامن والنضال، ووثقت ملحمة بطولية امتزجت فيها دماء الجزائريين والتونسيين في سبيل إعلاء راية الحق والحرية. هذه كلها في القمم هذه مبيتين هنا. العياش حوسنية قائد الفصيلة هو اللي نصب لهم لهنا واستناهم، وكانوا معاه لنكدروا معاه، كان معه محمد لولو بن علالة. جاوا العسكريين كالعادة وبداوا في حسابات، يلقاو حادثهم، أعطاهم لقتلهم، وحكموا منهم بريزونية. فيهم واحد ضابط برتبة ملازم أو ملازم أول، رفض يمشي أسير. قتلوا صالح مسادي، هذا دخل صالح مسادي وحملوا له ودخلوا في الامبسكات وقضاو على الفصيلة هذيك. جت الطيارة نتاع المرة الأولى، جت الدور مع السادي نهار السبت على جواه 11 10 ما نجمش نقول لك، ضربوا عليه ورجعت، هي اللي رجعت دارت الدورة ورجعت، ضربوا عليه التوانسة. ومن بعدها جو 3 طيارات جو طول الساقية، ضربوها الشعب خالط بجزيرية وتوانسة، الدم عاد تشوف فيه قاعد نطيش البشر، وهربت الناس وهما زادوا الأخرين. المهم بالك 21 طيارة ولا 25 ما نجمش نقول لك الحساب ما عباليش. ويضربوا في المينا والساقية، ضربوا أول ما ضربوا الديوانة، هم اللوانة. فرنسا ومع كل مجزرة وجريمة نكراء ارتكبتها في حق الشعبين الجزائري والتونسي، لا تزال تأبى إلى اليوم الاعتراف بعارها، إلا أن التاريخ مخلد لا يرحم ولا ينسى.